بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة من حلقات برنامج بصراحة. في البداية كل عام وحضراتكم بألف خير. بالأمس احتفلت الأمة الإسلامية بمولد خير الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأيام بل منذ لحظات بدأ في مصر إن شاء الله ميلاد أيضا جديد، ربما من حسن طالع وربما المصادفات أن يأتي هذين الحدثين وهاتين المناسبتين متزامنتين في الحقيقة. نستلهم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل الحسن في إدارة شؤون مصر، إذا كانت دباجة القانون وإذا كانت أيضا المادة الأولى في القانون تتكلم عن أن المصريين يجب أن يساهموا وهذا هو دورهم في الحضارة الإنسانية، فيجب بالفعل أن تكون هذه الأيام وما ستليها من استحقاقات سياسية أن تكون كلها داعمة في هذا المجال، سواء من سيتبوأ مقعد السلطة في موقع الرئاسة أو في موقع الحكومة أو في أي موقع من مواقع السلطة التشريعية أو القضائية، وأيضا من سيكون على اليسار من معارضة وطنية حقيقية وصادقة تستهدف الوصول إلى مقاعد الحكم لكي تخدم البلد وكي تخدم هذا المواطن. سيادة المواطن المصري، أنت الآن صاحب وسيد بالفعل هذا البلد، أرجوك لا تتنازل عن هذه السيادة. طول عمرك صاحب هذه البلد وطول عمرك أنت السيد في هذا البلد، لكن شاءت الظروف وشاءت الممارسات ما يحوزه المصريون حاليا من مشاركة في هذا التعديل على دستور 2012 من خلال دستور 2013 فرصة في غاية الأهمية. ثورة 25 يناير 30 يونيو هكذا جاء في نص دباجة الدستور، هي ثورة فريدة بين الثورات الكبرى. الدباجة لم تقل إنها ثورتان، بل قد جاءت بصفة المفرد المؤنث، ثورة فريدة بين الثورات الكبرى. ف 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة ليست نقيضة لهذا وليست هادمة لتلك أو أي أمر من هذه الأمور. الثورتان بل الثورة الواحدة تؤكد على الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، هذه الحقوق التي يبحث عنها المصريون منذ سنوات مضت. هذه الحقوق ليست من اختراع المصريين، ليست من اختراع السياسيين، ولكنها جاءت من فوق 7 سنوات. الإسلام عندما تحدث، ونحن بالأمس كنا نحتفل وسنظل دائما نحتفل بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تأكيد الحقوق جاء من فوق 7 سنوات. هذا هو ديننا الذي نفخر به، هذا هو ديننا الذي نسعد وتتشرف الدساتير المصرية من 71 حتى هذه اللحظة بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وحتى المسيحيون في مصر يسعدون ويؤكدون على أهمية بقاء مادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، وفي مشروع 2012 ثم أيضا في مشروع 2013 تم التأكيد على أن لغير المسلمين من المصريين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية فيما يتعلق بشؤونهم الشخصية وأيضا شؤونهم الروحية. هذا هو الإسلام الذي نعرفه، هذا هو الإسلام الذي ينص على أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأقلها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الإسلام الذي تحدث رسول الإنسانية باستوصوا بأهل مصر خيرا، أشياء كثيرة جدا للغاية. إذن الإسلام تربة والدين مكون مهم جدا من مكونات المجتمع المصري، تم أيضا التأكيد عليه من خلال أن الأسرة المصرية هي قوام هذا المجتمع، تقوم على الدين والأخلاق والوطنية. إذن المسؤولية ليست فقط في السياسيين ولكن أيضا في رقبة كل الشعب المصري. مرة ثانية أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الاستثنائية. هذا طارق الحداد يحييكم مع كل فريق العمل، أماني الفتوح في الإخراج وإبراهيم رسلان في الإعداد وكل الطاقم الفني والمصورين وكل الإدارة الإعلامية. سنسعى على مدى حوالي 2 ساعة من الآن نحن نتواصل مع حضراتكم بكل وسائل الاتصال، بالإضافة أيضا إلى حواراتنا عبر الهاتف وحواراتنا مع ضيوفنا على الهواء. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي العام، عميد حقوق طنطا سابقا ونائب رئيس جامعة طنطا حاليا. أهلا يا دكتور. وأيضا الأستاذ جمال سويد، المحامي بالنقد والدستورية العليا والنشر الحقوقي. أهلا أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. 25 يناير 30 يونيو أهم ملمح من ملامحها أولا
وربما تأكدت أكثر بشوية في 30 يونيو، الأقاليم المصرية، الشباب المصري، وده مش غريب عليه، كل الثورات قايمة على شباب، والمرأة المصرية. تعليق حضرتك دكتور مصطفى؟ يعني أنا أولا تسمح لي بداية أشكر أهل اسكندرية اللي شفتهم النهاردة وهم نازلين في عيد أنا بسميه النهاردة يمكن في أسلوب غير مسبوق، بسميه عيد الأم، عيد الأم المصرية. لأن مصر النهاردة أنا بعتبر الأم المصرية اللي هي مصر بحالها، اللي هي أمنا كلنا، كانت في عيد ولادها النهاردة نزلوا علشان يحتفلوا بيها. يحتفلوا بيها من خلال التصويت، من خلال الاستفتاء على هذا الدستور، ويقولوا لها انت بقالك سنين تعبانه معتله، احنا نازلين النهارده نقدم لك بصوتنا ورده ليكي عشان تستعيدي عافيتك مره ثانيه، سواء عشاننا كمصريين او عشان نبقى العالم. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي حضرتك تفضلت بيها، مفيش شك انه الثورتين، او انا بعتبرها الثوره واللحق بتاعها او الاضافه بتاعتها، علشان ما حدش يزعل يقول ان ديت ولا ديت وان دي الاهم ولا دي الاهم. لا، اللي نزلوا الاثنين مصريين، كونها اتخطفت في بعض الاوقات ده يبقى عيبنا احنا كمصريين، لكن في الحالتين هما الاثنين بيعبروا عن انتفاضه شعب مصر، انتفاضته او ثورته، سواء 25 يناير او 30. مفيش شك ان دعائم الثورتين كانوا الشباب، مفيش شك ان دعائم الثورتين كانت المرأة المصرية، مفيش شك ان دعائم الثورتين العامل والفلاح. عشان كده لما جه الدستور اللي هنستفتى عليه لمدة يومين او يزيد ان شاء الله، حواهم، حوى الشعب، حوى العامل، الفلاح، المرأة، الشباب المصري، حواهم في الدستور بتاعه. فبالتالي انا بعتبر انه هذا الدستور بيعتبر نقطة انطلاق حقيقية للدساتير المتحضرة الحديثة. تمام. أستاذ جمال. هو الحقيقة أنا ليا تحفظ على مسألة تسمية الثورة إلى أنها ثورتين و25 يناير و30 يونيو. أنا عايز أسميها الثورة المصرية. لأن الثورة ما بتقومش في يوم وتنتهي في يوم. ما قامتش في 25 يناير وانتهت، ثم قامت ثورة أخرى في 30 وانتهت. ده حتى الثوار بعد 25 يناير وبعد إزاحة نظام مبارك قالوا أن الثورة ما زالت مستمرة. إذا الثورة مستمرة منذ 25 يناير وحتى الآن. فهي اسمها الثورة المصرية الحديثة. هذه الثورة المصرية الحديثة قضت على نظامين في عام في 3 أعوام. ده إنجاز من إنجازات هذه الثورة أن مستمرة حتى الآن وما زالت مستمرة الثورة، لأن هذا الدستور اللي هو دستور الثورة، الدستور اللي أنجز وأوجز مطالب الثورة الحقيقية، لأن دستور الإخوان كان يعبر عن الإخوان ولم يكن يعبر عن الدولة المصرية ولا الشعب المصري، ولم يكن يعبر عن الثورة. هذا الدستور هو الدستور الذي يعبر فعلا وحقيقة عن مطالب الثورة التي بدأت في 25 يناير وما زالت مستمرة حتى الآن وتجلت في 30 يونيو. دستور الثورة الذي نستفتى عليه الآن دستور بيضع التزامات على الدولة ستراقبها الثورة، لأن الثورة والثورة دي حالة نفسية وحالة اجتماعية. سنراقب الحكومة القادمة مدى التزامها بهذا الدستور، دستور الثورة، فإن التزمت كان، وإن لم تلتزم فنعيدهم بثورة أو بموجة ثالثة لتغيير ما لم يلتزموا به في دستور الثورة. وعشان كده أنا أقول هي ثورة مصرية، وهذا الدستور هو دستور الثورة المصرية. تمام. هذا الفعل السياسي النهاردة اللي هو الاستفتاء على دستور 2013 مش فقط مصر اللي بتتابعه، لكن العالم كله بيتابع المصريين ماذا يفعلون بمستقبلهم. بالطبع قناة الجزيرة القطرية كالعهد بها دائما، يعني لها خط آخر. في لقاء على هذه القناة من خلال برنامج على مسؤوليتي، الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، وكان أيضا مستشار الرئيس السابق محمد مرسي، قال عن هذا الدستور، وأيضا كان يعني تقدم باستقالته من استشارية الرئاسة
اعتراضا على مسلك واسلوب اداره الدوله المصريه في عهد الرئيس السابق المتهم حاليا محمد مرسي. قال عن الدستور الحالي ان هذا الدستور قد جاء على دماء المصريين. تعليق حضرتك دكتور مصطفى؟ يعني اولا اسمح لي حضرتك، انا ما بعتبرهاش تسمى قناه الجزيره قناه، لانه القناه الاعلاميه بتبقى قناه حرفيه لها مجموعه قواعد بتمشي عليها ما تقدرش تحيد عنها. وحضرتك كاعلامي واعلامي مبرز اعتقد ان لديك قواعد حياديه اثناء اداره الحوار. لما بيبقى الاعلامي بيوجه مضيفيه والقناه نفسها توجه اعلامها بطريقه معينه، ما تبقاش قناه اعلاميه، وانما قد تكون اداه في يد الغير لتحقيق مآرب معينه. اما فيما يتعلق بقول الاستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح، فانا اتصور انه الرد عليه هو تجاهله، لانه المفروض هو كاستاذ في العلوم السياسيه يتعين ان يخفي مشاعره الداخليه ويتكلم بحياديه. انا كاستاذ قانون لما بخش المحاضره ما ببرزش انحيازي الداخلي لاي فصيل من الفصائل، وانما اتكلم مع الشباب بحياديه واسيب للشباب هو اللي يبدي رايه وهو اللي يبدا يكون عقيدته وفكره. بس هو هنا على لما قناه يجي التلفزيونيه مش جوه مدرج. صحيح، حتى وانا بتكلم لازم اكون متحفظ في طريقه كلامي، لاني انا استاذ جامعه، انا رمز، والرمز المفروض لما يجي يتكلم ما يتكلمش بالمشاعر السياسيه الملتهبه، وانما يتكلم بنوع من التحفظ والرويه في الحديث. لما يجي يقول انه هذا الدستور قام على دماء المصريين، هم المصريين لما كانوا بيعارضوا الاخوان كانت معارضه لنفسها، ولا المصريين دول هم اللي في وقت من الاوقات جابوا الاخوان وتعاطفوا معاهم في اثناء الحمله البرلمانيه لما ندوا البرلمان او لما ادوا للرئيس المعزول؟ مش هم دول المصريين اللي ادوا ولا فصيل اخوان هو اللي ادى؟ لا، المصريين اللي ادوا. لما لقوا هذا الفصيل بينحاز عن هويه مصر، وسطيه مصر، وسطيه الاسلام، اضطر ان الشعب يقف مره ثانيه، خصوصا بعد الاعلان الدستوري في فبراير 2012 في نوفمبر 2012 لما بس لقى المسألة هتتحول إلى ديكتاتورية جديدة، ابتدى الشعب المصري يحصل فيه حراك سياسي تاني ضد هذه الانحراف عن مفهوم الشعب المصري للإسلام ومفهومه للسياسة. يبقى إذن المسألة ما هياش مسألة قام على دماء المصريين، وإنما كانت دماء المصريين رد فعل لتصرفات الإخوان. هذا ما أود أن أضيفه في هذه المسألة. تمام. أستاذ جمال، هو بداية قناة الجزيرة هي قناة حكومية تملكها حكومة، مقبول ألا تكون حيادية، ومقبول أن تعبر عن رأي الحكومة التي تملكها، لكن اللي غير مقبول أن تكون في تبني وجهة نظر مخالفة أو مضادة غير مهنية. يعني بمعنى ألا تدعم وجهة نظرها بالأكاذيب، بالإشاعات، بالترفيق، بوقت الحقيقه. استاذ جمال، اساسا حضرتك بس في المقاطعه، لان حال الان رفع اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الاسكندريه، وعلى الساده المقيمين خارج الاسكندريه. اهلا بحضراتكم من جديد سياده المواطن المصري في هذه الحلقه الخاصه من برنامج بصراحه، ومعنا على الهواء الاستاذ الدكتور مصطفى فؤاد، استاذ القانون الدولي العام، العميد السابق لحقوق طنطا ونائب رئيس جامعه طنطا حاليا. اهلا بك دكتور مصطفى مره اخرى. وايضا الاستاذ جمال سويد المحامي بالنقد والدستوريه العليا، وايضا الناشط الحقوقي. قبل رفع الاذان كنا نتحدث مع استاذ جمال عن تصريح الدكتور سيف عبد الرحمن على قناه الجزيره القطريه بأن هذا الدستور قد جاء على دماء المصريين. تفضل أستاذ جمال. هو احنا كنا عرجنا على مسألة قناة الجزيرة ومهنيتها وعدم مهنيتها، وقلت ان انا بقبل ان قناة حكومية تعبر عن رأي ووجهة نظر وتنحاز لها، ولكن لا اقبل انها في سبيل انحيازها لهذا الرأي تزيف وتزور وتقلب الحقائق وتثير الرأي العام. بقت قناة موجهة ضد مصر، مش تناصر رأي معين. ده المأخذ على قناة الجزيرة. أظن أن الشعب المصري كله يشاركنا أعدائه بقناة الجزيرة لأنها توجه ضد الشعب المصري. وما يقال في قناة الجزيرة والضيوف المنتقين من قناة الجزيرة
لتكريس هذا الرأي وتكريس الهجوم على مصر. أظن الدكتور سيف عبد الفتاح الذي استقال اعتراضا على سياسة رئيسه وزعيمه غير مقبول منه الآن انه يناصر هذا الزعيم الذي استقال وقال في اسباب استقالته ان اسلوب الاداره لا يعجب، وانه في عوار وانه في عمال. اذا كان وهو قال ان هذا اسلوب فاشل، ودلوقتي بيقول انه انقلاب. فاذا كان الانقلاب انقلابا على الفشل يا دكتور سيف، فالانقلاب على الفشل هو قيمه النجاح. فما يقوله الدكتور سيف هو ترديد لشعارات التي يقولها الاخوان. اما ان الدستور المصري دستور الثورة الآن قام على دماء المصريين، أقول له كلا، بل دستور الإخوان هو الذي قام على دماء المصريين، لأن دستور الإخوان قام بعد ثورة نزف الشباب فيها دماء، واتضح من التحقيقات واتضح من الرأي العام أن المسؤول عن إراقة هذه الدماء هم جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم أراقوا هذه الدماء لتكريس فكرة تثمين الدم عشان تنجح مسألة انهم يقفزوا على الثورة. فكان لهم مصلحة في إراقة الدماء. أريقت الدماء وسقط الشهداء بالآلاف، فكان نتاج لهذه الدماء المنهمرة هو دستور الإخوان الذي لا يمثل إلا الإخوان. أما هذا الدستور دستور الثورة فجاء نتاجا فكر الثورة ذاته الذي قام منذ 25 يناير وحتى 30/6، ولا أظن أنه له بالدماء صلة، وأن إراقة الدماء التي يقصدها دماء الإخوان المتعسكرين واللي اجتمعوا ضد إرادة الشعب المصري، فكانوا في موقف عداء مع الشعب المصري بأسره، فإن نزفت دماء الأعداء فلا عبرة لها في هذه الدستور. تمام. بس اتفضل. الكلام القيم اللي قاله الاستاذ جمال اضيف له نقطه صغيره بس، لانه كلام قيم فبيحفز الذهن وبيشحذه. احنا عندنا الماده 2 فقره 7 من ميثاق الامم المتحده بيقول ايه؟ مفيش حد يتدخل في الشأن الداخلي لدوله من الدول. ده نص. لما نيجي دلوقتي نقول ان هذه هي قناه حكوميه، يبقى معنى كده ان قطر تريد ان تتدخل في الشأن الداخلي لمصر، ودي مسألة يعني صبرنا طال وصدرنا وسع قوي علشان نسمح بمثل هذا التدخل اللي مش بس بيخلي المصريين يتفتتوا، لكن كمان عشان يبين مصر قدام العالم الدولي او العالم الخارجي ان احنا مجرد حفنة او شرذمة بنتساقط وبنتقاتل وبنتناحر. عشان كده بنقول ان النهارده فعلا يوم عيد، يوم عيد لكل المجتمع الدولي، يوم عيد باذن الله. طيب عايزين نقفز شويه يعني، وقبل ما نقفز يعني واجب علينا ان احنا نوجه الشكر والتحيه والتقدير لكل الجهات الامنيه اللي بتامن النهارده عمليه استفتاء القوات المسلحه والشرطه المصريه. عاملين جهد كبير جدا في الحقيقه، ربنا يوفقهم ويحميهم، وبالفعل يتم انهاء العمليه الاستفتاء على هذا الدستور بكل امان ان شاء الله، وبرعايه ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء. شكرا للقوات المسلحه، شكرا لجهاز الشرطه المصريه. في الحقيقه امبارح من بالليل شايفين ان القوات البحريه في اسكندريه كانت بتستلم اللجان، شيء مشرف قوي يعني. هقولها مره واثنين وثلاثه، يا بخت مصر بجيشها، ويا بخت جيش مصر وشرطه مصر بشعبها. العلاقه وجسور المحبه والثقه والاحترام المتبادل اللي هي جزء اصيل من بنيه هذا المجتمع ما بين الشرطه والجيش وما بين عموم الشعب المصري شيء رائع نبني عليه وندعمه يوم بعد التاني. هندعمه، يمكن الجيش هيعود لسكناته هيبقى موجود، لكن احنا ربما بنتعامل بشكل يومي ولحظي وآني مع قوات الشرطه بكل افرحها، فيجب ان احنا ندعم يوم بعد يوم جسور الثقه والاحترام المتبادل بين القوات الامنيه، قوات الشرطه المدنيه مع المواطنين في كل الاماكن. ربما كليات الحقوق هي هتبقى عليها مهمه ثقيله جدا، مش فقط في تكوين كوادر حقوقيه، لان برضو اساتذه حقوق بيدرسوا في اكاديميه الشرطه اللي هم بيحصلوا على بكالوريوس العلوم العسكريه وبيحصلوا على ليسانس الحقوق اعتقد جامعه عين شمس. فاساتذه القانون مكونين للعقيده القانونيه لضباط الشرطه وافراد الشرطه في الشارع المصري. مره ثانيه كل تقدير والتحيه.
تمام. طيب معانا فيديو حاليا عن وقائع الاستفتاء في الإسكندرية، ونعاود مرة أخرى اللقاء مع ضيفنا الكريم. الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي العام، العميد السابق لحقوق طنطا والنائب الحالي لرئيس الجامعة، أستاذ جمال سويد المحامي بالنقد والدستورية العليا والناشط الحقوقي. أهلا بكم حضراتكم مرة ثانية. طيب النهارده هذا الدستور هو أبو القوانين، في تعديلات احنا محتاجينها سواء حتى موافقة للدستور أو غيرها، وفي قوانين هتنشأ من جديد، هوم ورك او واجب صعب قوي. عندنا دلوقتي داخل علينا استحقاق رئاسي، رئيس الجمهوريه سيتولى الحكم لمده 48 شهر. اذا ضربنا ال 48 في 4 بنتكلم في حوالي 190 اسبوع، يعني تايم تيبل كده، يعني هيبقى بروجكت مانجمنت، يعني اداره مشروع لاداره دوله، وهيكون البرلمان معاه 5 سنوات. برضه ممكن نقدر نضربها في 12 يبقى عندنا 60 شهر مع الاجازات ومع وغيره. النهارده الوقت فيه لازم تسارع. البيئه التشريعيه محتاجه ان احنا بنجهز مشروعات قوانين هيتقدم بيها اعضاء البرلمان، الحكومه او رئيس الجمهوريه. دور نقابات المحامين، النقابه العامه او النقابات الفرعيه، دور قطاع الحقوق في المجلس الاعلى للجامعات، ايه النهارده في التعديلات المستحقه على البنيه التشريعيه المصريه، وليكن بدايه في مجال قانون الاجراءات وقانون العقوبات. على سبيل المثال عندنا محتاجين بيئه تشريعيه كبيره جامده جدا. دكتور مصطفى، يعني يتفق معايا اولا ان احنا الفتره اللي جايه الاستحقاقات فيها كتير جدا، والمطلوب في الفتره الجايه كبير جدا، لانه لا اكتمك سرا الصعوبات كتير جدا في الفتره الجايه. الصعوبه الاولى متعلقه بالاستحقاق الرئاسي اللي بنتمنى انه يبقى الاول، على اعتبار انه المشكله متعلقه بالعالم الخارجي. هو لا يأمل ان مصر تمشي مع عقارب الساعه، هو يأمل ان مصر تمشي مع عقارب الساعه. مصر بالنسبه لهم ماشيه عكس عقارب الساعه. هم بيحطوا قواعد وخطط علشان شرق اوسط جديد من سنه 2004، وبيحاولوا ينفذوه في السودان، نفذوه في ليبيا، نفذوه في سوريا، نفذوه في اماكن كثيره. كان الدور على مصر، الشعب المصري وقف لها بحس رباني، بحس الهي، بحس من يحفظ مصر، بوقف هذا المخطط. اصبح عندهم المخطط الثاني ان ما كانش الدستور يتعمل، والحمد لله النهارده بنشوف العرس. ثم اعتقد انه في الانتخابات الرئاسيه القادمه هيبقى المحك اكبر واخطر بكثير جدا، على اعتبار انه بالنسبه لهم هتبقى حياه او موت بالنسبه للمجتمع بره. حياه او موت في نزول شخصيات معينه هم ما يطمحوش انها تيجي، علشان يعودوا للمره الثانيه او للمره الثالثه ان هم يوظفوا اللي في ذهنهم ضد مصر علشان تفتيت مصر. طيب يعني النهارده مش يعني فكره الوضع الامني الاقليمي والدولي وحتى المحلي، نعم. مش هيبقى هنقف نستنى لما الدنيا كلها تبقى في سلام. لا، انا عندي محتاج تشريعات في اوضاع قانونيه، نعم. عشان انا محتاج المحليات تشتغل بشكل ايجابي، نعم. محتاج ان الحكومه تشتغل حتى في الشق الاداري والاقتصادي، محتاج ان قطاع الاعمال العام والخاص يشتغل. انا محتاج حاجات كتير جدا. انت محتاج منظومه تشريعيه متكامله. بالظبط، في تجهيز القانون وحاله المشاركه. يعني بعد اذن حضرتك انا مش عايز البرلمان يتقدم بمشروع والحكومه لا، ثم نطرحه على المشاركه المجتمعيه. انا عايز المجتمع نفسه هو اللي يطلع مشروعات القوانين، يقول اتفضل يا برلمان ناقش وقر. انا قصدت يا استاذ طارق، قصدت اقول لك انه انا فاهم سؤالك واعيه تماما، وعارف ان حضرتك حاططني في اطاره، لكن انا عايز ابين قدام المشاهد الكريم انه في خطوط هتخلينا ما نفكرش، ما نحاولش نفكر في هذه المنظومه التشريعيه المطلوبه. احنا عندنا في الجامعه مطلوب منظومه جديده لاعضاء التدريس، مطلوب منظومه جديده لاتحادات الطلاب كقوانين ولا كقوانين.
قانون تنظيم الجامعات محتاج، ده من سنة 72، محتاج إعادة مرة تانية عشان يواكب المستجدات. أنت محتاج إلى قانون خاص بالطلاب والتعامل مع الطلبة. نعود اللقاء، وكنا بنتكلم قبل هذا الفاصل من او هذا اللقاء من مطروح مع الزميل علاء شرف ومحافظ مطروح مع دكتور مصطفى فؤاد واستاذ جمال سويد عن الاستحقاقات القانونيه والحاجه لتعديل البيئه التشريعيه من حزمه القوانين، ودور الجامعات وبالذات قطاع الحقوق في المجلس الاعلى للجامعات مع النقابه العامه لنقابه المحامين مع جميع النقابه العامه لنقابه المحامين مع النقابات الفرعيه في المحافظات في اعداد مشروعات قوانين، ويتم المشاركه المجتمعيه حواليها ويتم النقاش وتطلع مشروعات قوانين شبه جاهزه للمناقشه البرلمانيه. دكتور مصطفى، حضرتك كنت بتتكلم معايا عن قضيه ان الاوضاع الامنيه في الاقليم وعالميا ربما مش عارف هنستناها ولا هنتواكب معاها ونسبقها بتنميه مجتمعيه اقتصاديه حقيقيه. مفيش شك طبعا انه لازم احنا بنعمل يعني احنا الخطوات بتاعتنا تبقى سريعه، رتمها سريع شويه، وعشان نقول يبقى رتمها سريع لازم يبقى يكون لها رجال المرحله اللي هم بيفكروا بسرعه علشان خاطر ما نتاخرش عن الاستحقاقات اللي طالبها الشعب المصري في هذا الدستور اللي احنا بنستفتي عليه النهارده. فعلى سبيل المثال عايزين نعمل قواعد خاصه او قوانين خاصه بحمايه المنشآت والملكيات العامه وما تخصخص بسهوله، لانه مساله الخصخصه اللي تمت ايام الرئيس الاسبق كانت مساله في غايه الخطوره. احنا محتاجين نحافظ عليها بالظبط كده، نحافظ عليها لصالح الاجيال اللي جايه كلها، ما تبقاش بتتباع زي ما حصل الرئيس المعزول السابق لما كان عايز يودي اماكن من سيناء واماكن من حدودنا الى يبيعها لغيرنا. يعني المساله اذا محتاجه اهم حاجه ازاي نحافظ على الممتلكات دي وما تخصصش وفقا لقواعد مزاجيه او قواعد خاصه. دي مساله في غايه الاهميه. ازاي تبقى الاحزاب ما تبقاش قايمه على الاساس الديني اللي ودى في النهايه الى المشاكل اللي احنا موجودين فيها. يعني عايز اقول بصوره عامه واساسيه ان احنا محتاجين لحزمه قواعد الاول تحط بنيه اساسيه وبعدين نتكلم في اللي بعد كده، يعني فيما هو الاهم وبعدين نخش في عنصر السرعه. دكتور مصطفى مهم قوي، خطير يعني ده عنصر جديد، يعني خطير، لان انت مش بتسابق ان احنا اتاخرنا كتير، لا انت بتسابق كمان ان المجتمع الدولي باصص لك بصه مختلفه. فانت بتسابق من كل ناحيه، عشان كده بنسميها محتاجه لرجال مرحله علشان يقدروا يقدموا هذه الاستحقاقات المطلوبه وبسرعه شديده عشان نعمل البنيه الاساسيه. تمام. استاذ كمال، انا رايي ان مجلس النواب الجديد مهمته الاولى وليست الوحيده لكن الاولى والاهم هي تشريعيه في المقام الاول قبل الرقابيه. التشريعيه في المقام الاول، لان احنا محتاجين ثوره، وربما الحكومه محتاجه ده. يعني انا كمحافظ عايز اخد قرار معين، لكن انا لو خدت القرار ده او الاجراء ده مخالف للقانون ممكن يبقى عليها تبعات حقوقيه وجنائيه. فانا يعني فلازم برضو دي نقطه مهمه جدا. يعني الثوره التشريعيه دي لها رافدين. الرافد الاول تنقيه كل التشريعات السابقه دي بالالافات كده ودي سهله مش سواء قانون او قرارات وزاريه وقرارات حكومه لا او حتى لوائح. لا مالهاش دعوه بالقرارات، خلينا القوانين. تمام. قوانين القرارات بتتغير طبقا للقانون بعد ما يتعدل، لكن احنا عندنا ثوره تشريعيه مقاومها الاول تنقيه كل التشريعات القديمه. نمسك اول حاجه العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه. علشان بننقيها ليه؟ اولا علشان التطور المجتمعي اللي حاصل، علشان طلبات الثوره، علشان الدستور الجديد لازم هيتصادم مع بعض التشريعات اللي موجوده فهتنعد بعدم الدستوريه. فلو سبناها في العمل هتعطل المسيره. فيبقى يجب ان مجلس التشريع القادم يبقى مهمته الاولى هي تنقيه التشريعات واصدار تشريعات جديده حتى تتواكب وتتآلف مع طالب الثوره، مع التنميه المجتمعيه، مع التطور الاجتماعي، مع الدستور. ودي مش مهمه بقى مجلس النواب بس. اتفضل. مجلس النواب لديه لجان متخصصه ويستطيع انه يعقد بعض اللجان وبالتعاون مع الجهات المتخصصه. قطاع الزراعه يبدا يتعاون معاه، قطاع القانون يبدا يتعاون مع نادي القضاه ومع نقابه المحامين ومع اساتذه الجامعه، يكونوا لجان لتنقيه هذه القوانين. وعشان كده انا بقول ان مهمه قبل ما يبقى مهمه مجلس النواب
هي التشريع. انا عايز اقول مهمة الناخب اللي جاية انه ينتقي عضو في مجلس النواب يرقى الى هذه المهمة، وهيختار من اللي هينزل. يجب ان يكون اختياره دقيقا، ويبقى المعيار ان يكون صالحا. انا هختار من اللي موجود. لوضع تشريع، اللي موجود هيبقى كتير ان شاء الله، إن شاء الله. لوضع تشريع مش لتقديم خدمة. النائب القادم ليس نائب خدمات، ولكن نائب يجب ان يكون لديه وعي. انا محتاج تشريع يصدر بان يمنع على الناخب ان هو يتحدث في امور خدميه محليه ويشتغل في دوره لا. في برامجه الانتخابيه. لا يعني هي دي لا تمنع بالتشريع، لان اللي بتحدث بالخدمه، الخدمه دي من ضمن الادوات التي يمارسها من زي ما حضرتك بتطلب مني كاعلام ان انا اكون محايد وما اقولش للناس قولوا ايوه او قولوا لا او اختاروا سين او اختاروا صاد. فالناخب النهارده اللي دوره هيتكلم في تشريع للدوله المصريه وهيتكلم في رقابه على السلطه السلطه التنفيذيه في هذه المجتمع، ما يجيش النهارده يخاطب ويدغدغ عواطف وفقر واحتياجات الناس في المناطق المصريه المحتاجه للتنميه، ويقول لهم انتخبوني عشان ارصف لكم الطريق، ولا انتخبوني عشان اعمل لكم اللي مش عارف ايه، ولا الكلام اللي بيحصل ده كله. هو طبعا واقعا مش هنقدر نقضي على هذه الظاهره قضاء مبرما، لان الظاهره بقى لها سنوات طويله. لكن انا شايف ان المحليات لما هتبدا تشتغل بعد مجلس الشعب، المحليات عضو مجلس محلي اللي هيبقى منتخب انتخاب صحيح مش معين بالمنظومه الفاسده اللي كان بيعين بيها عضو مجلس محلي، ده عضو مجلس محلي هو المنوط به تقديم هذه الخدمات. محتاج جهاز لمراقبه نشاط الناخبين في الانتخابات البرلمانيه. نشاط الناخبين لرصده لرصده وليس لمراقبه. اوكي ممكن اكون اخفقت في التعبير. لرصده انت هنا اخطات طبقا للقانون، انت هنا قلت علشان نبقى نبرص اللي جاي نقول والله احنا زي ما احنا برضه رصدنا، زي ما رصدنا انتخابات محمد مرسي فيها اخطاء وفيها انا برصد الحمله كمان. انا برصد الحمله الانتخابيه للمرشحين حتى في المحليات. يبقى مش سلوك الناخب، سلوك المرشح بالظبط. طبعا. والقانون على فكره بيراقب ده. القانون بيراقب سلوك بآليات تنفيذيه. المفروض اللجنه العليا للانتخابات لما يجي لها اي شكوى بان في احد المرشحين بيمارس ضغوط من ناحيه معينه او بيبالغ في المصروف عن الحد الاقصى او بيدي رشوه انتخابيه او ما الى ذلك، بيشطب على طول او بيشوه الجدران على يعني اذا نفذ القانون موجود. لكن المنوط بتنفيذ القانون لو نفذه تنفيذا حرفيا ومنضبطا هيقضى على حد كبير من هذه الظاهره. طيب تأهيل البيئة التشريعية، دوركم كنقابة محامين مع نوادي القضاة مع قطاع الحقوق في كليات في المجلس على الجامعة. احنا لدينا دراسات جاهزة. ربما لما كنت في النقابة العامة ومن قبلها النقابة الفرعية كنت عامل بعض اللجان لتنقية التشريعات اللي موجودة، وانا عنيت بالتشريعات الجنائية سواء قانون العقوبات او قانون الاجراءات. فعندنا رؤية جاهزة مش هتاخد مجهود كبير لو طلب مننا ان احنا نقدم هذه الدراسات، وحتى لو ما طلبش مننا احنا ملتزمين بتقديم هذه الدراسات للجنه التشريعيه لما تيجي مجلس النواب الجاي ان شاء الله. طب اصنعوا المشروعات مع الحقوق. داخلين على امتحانات نص السنه اعتقد خلصت يا دكتور. شغال يعني عند الطلبه هتقعد حوالي اسبوعين في اجازه. اكيد اشرك الطلبه معايا، يلا يا طالب حقوق، ويحصل فيديو كونفرنس ونستغل البنيه المعلوماتيه اللي موجوده عندنا في الدوله المصريه مع نوادي القضاء ومع ونعمل يومين ثلاثه. النهارده بنتكلم على تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه او تعديل مواد في قانون العقوبات، كل عن باب الحريات من الابواب المهمه قوي للناس. وتعالى نتكلم ونتناقش ونطلع حضرتك المشروع القانون ونجهز، يبقى فورمه جاهزه، ونعمل هذا الشغل مع كل الجهات المعنيه، بحيث اول ما هيجي البرلمان عندنا هذا المشروع واحنا كمعنيين بالامر تناقشنا فيه، اتفضلوا ناقشوه جوه اللجان وعشان تصدروه. وهي المسألة في القوانين الجنائية مش هتقتصر على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، كان الأمر يبقى يسير، لكن أنت عندك 163 تشريع جنائي. تمام. بجوار قانون العقوبات. حضرتك عاملين دراسات. وتشغيلات خاصة. حضرتك عاملين دراسات. دي عايزة حضرتك عاملين دراسات. دراسات في قانون العقوبات وقانون الإجراءات. طلعوا الدراسات. باقي القوانين اللي وافتحوها للمشاركة. عايزة مجهود ضخم. افتحوها للمشاركة النهارده. طبعا هنفتح. انت النهارده عندك اسبوعين وعندك شهر، عبال ما يجي البرلمان على شهر 4-5 اللي جاي، او ربما يكون اقل من هذا كمان. ده هم ورك. ثقة ان الدراسات جاهزه
تتناقش بقى دعاة تنقيحها كتير. دراساتها جاهزه وهنبدا نشأ. انا عايز الطلبه تشارك يا فندم. الطالب بتاع حقوق ده اللي هيطلع يتخرج بعد 3 شهور هيشتغل محامي، هيتعامل في الكلام، عايز يحس ان عايز اخد نشاط الطلبه بدل ما تروح في سكك اخرى، احسسهم ان هم بيسوقوا مستقبل دوله كطلبه جامعه. ده هيبقى زميل حضرتك بعد شهرين. تفريغ حتى الطالب الشاب، تفريغ وشوف رؤيته، شايف ان هو له رؤيه بتنفذ على الورق. واستاذ مصطفى يختبر حقيقه جهدهم اللي عملوه في تكوين العقليه القانونيه. هل بالفعل ال4 سنين اللي اشتغلوهم او السنتين او ال3 بالفعل احنا بنكون عقليه قانونيه؟ الطالب اللي قاعد بيناقش مشروع قانون عشان هنعدل طبقا للدستور، الطالب ده وهو ده الامتحان الحقيقي يا دكتور، ده الامتحان الحقيقي لنجاح الجامعه المصريه. شوف هقول لحضرتك على حاجه، يمكن الواحد راصد بقاله اكتر من 30 سنه النهارده علاقته بالطالب، بيرصد فكر الطالب وتطور حياته في انتمائه البلد وماشي ازاي. لا تتخيل حضرتك انه ايام ما كان الرئيس المعزول وجماعه الاخوان كانوا موجودين في سده الحكم، لا تتخيل النقاش مع الطلاب كان بيفرز لك نوعيه من الطلبه تبين لك قد ايه هم على وعي سياسي واجتماعي في غايه الاهميه. فالطالب هو بطبيعته بغريزته مثقف سياسيا، مثقف اجتماعيا. المهم انك ازاي تحطه على الطريق. عشان كده لما جه في الاستحقاق الدستوري اللي احنا النهارده مجتمعين بشأنه ويتكلم عن الشباب واهميته في عودته الى الانتماء مره اخرى الى هذه البلد الكريم، اعتقد انها بدايه طيبه جدا بالنسبه الى عوده الشباب الى دوره الطبيعي. تمام. معنا على الهاتف حاليا استاذه سكينه فؤاد، الكاتبه الصحفيه مستشار الرئيس لشؤون المراه. اهلا يا استاذه سكينه. اهلا بيك واهلا وسهلا. يعني مبروك على مصر النهارده هذا اليوم الجميل، مبروك حاجات كتير في الحقيقه، يعني مبروك ان شاء الله يعني روح الناس واقبالهم النهارده. الناس يعني مستبشره خيرا باذن الله، والجهد الكبير اللي بتقدمه القوات الامنيه المصريه. تعليق حضرتك على هذا اليوم وتمنياتك له ان شاء الله. يعني شوف، وانا بوجه التحيه للشعب العظيم ده بنسائه ورجاله وشيوخه وشبابه، بقول المشهد الرائع الوطني مش غريب على المصريين. دول مين؟ دول اللي تحدوا كل الحلقات اللي حاولت تكسر كرامتهم، تغزو اراضيهم. يعني هم بيكملوا حلقه من حلقات النصر وانتصار الاراده والعزيمه المصريه. النهارده هم بيحتفلوا، النهارده مش استفتاء، النهارده حجم الفرحه وكأن هناك طاقه الاشتياق للراحه. المصريين تعبوا من 25 يناير لما تمنوا وحلموا بأن يقطفوا ثمار الثورة، يرتاحوا حرية، عدالة، كرامة إنسانية، كل ما الحقوق الأصيلة للبشر اللي اتحرموا منها سنوات طويلة. يعني 3 سنين بيعانوا، 3 سنين، كأن السنة الأخيرة كأنهم يعاقبوا على أنهم أسقطوا نظام آخر لم يحترم ما يعني الثقة التي أعطاها لهذا النظام. النهاردة المصريين بوعيهم الثقافي والحضاري، بوطنيتهم، بإيمانهم العميق بخالقهم، بأرضهم، يعرفوا أن نعم تحمل معاني لا أول لها ولا آخر. بيقولوا نعم للكرامة، بيقولوا نعم لحماية بلدهم، بيقولوا نعم لكل الأمناء على بلدهم، بيقولوا نعم لعودة الأمان لهذه الأرض الطيبة. المشهد توقعته بحجم إيماني بهذه الأرض وأبنائها، ثقتي في نسائها ورجالها. مشهد المرأة النهاردة هي دي البناءة، هي دي صانعة أعظم الرجال والنساء في مصر، هي دي اللي في وسط أصعب الظروف ربت واحتملت وكافحت. هي المرأة المصرية اللي دائما خرجت من أجل بلدها ليس من أجل مكاسب لها. النهاردة كل تجليات التي يمتلك بها المشهد تجليات وطنية وإيمانية وإنسانية وتعبير عن حب الأرض وخوف عليها، رسالة للعالم إن اللي المصريين عملوه 30 يونيو
كان ثورة حقيقية لشعب، ويعني كل التضليل والأكاذيب التي رفعت على هذه الثورة حاولوا بها يعني رافضي هذه الثورة أن يضللوا ويكذبوا ويدعوا أنها ليست إرادة شعب. أنا بقول أرجو أن يقرأوا الذين يعني ما زالوا يرفعون يد التهديد والدم والغدر والتخريب. أرجو أن يقرأوا المشهد جيدا. تمام. وأن يدركوا أن هذا المشهد يعني لا يجعلوا مساحات الغضب والألم المصري تتسع ليستطيعوا في يوم من الأيام بعد أن تندمل الجراح وبعد أن يعاقب بالقانون كل من أخطأ في حق هذا البلد أن نستطيع أن يقتربوا وليكونوا جزء من هذا النسيج الوطني الأمين الطيب المحترم. تحياتي بلا حدود لهذا الشعب العظيم الذي في هذا المشهد يكمل به حلقات متتالية من انتصاراته لأرضه ولبلده، وخصوصا أن الدستور يقول أن الآن السيادة للشعب، لن يستطيع مستبد أن يتجبر ولا سلطة أن تستبد القانون، أن يدخل الجميع تحت مظلة القانون، أن يقضى على كل أشكال التمييز، أن تطبق العدالة بالحق، أن توزع الحقوق بالحق. يعني الكلام الكثير والكثير من أستاذة سكينة، بعد إذن حضرتك، المادة 11 من هذا مشروع الدستور الحالي بيؤكد على وبيدستر حقوق حصلت عليها المرأة المصرية بجهدها على مدى سنوات طويلة، مع جهد كل فئات المجتمع، حتى مع جهد الرجل أن تمكن المرأة المصرية في الحصول على ما تستحقه من حقوق. لكن عندما كنا الانطباع الذهني أو الصورة الذهنية للمرأة المصرية، حتى المرأة المصرية في مواقع المعارضة ومواقع النضال، كانت صورة دائما صورة إيجابية. مفيد عبد الرحمن، عائشة راكب، سكينة فؤاد، وليس هذا يعني نوع من المجاملة لحضرتك عشان معنا الهوى، لكن اسم سكينة فؤاد معروف تماما، شاهندة مقلد، سيدات فضليات عظام جدا، منهم من تعرض للاضطهاد السياسي، منهم من اعتقل، ومنهم من سجن. لكن النهارده على سبيل المثال البنت المصرية نزلت في 30 يونيو، هي دي اللي احنا نعرفها، هي دي اللي واقفة بتحمي مصر في تمثال نهضة مصر. وجدنا سلوكيات من بنات في جامعة الأزهر على سبيل المثال، سلوك مغاير تماما وصورة ذهنية مغايرة تماما. النهاردة وحضرتك مستشار الرئيس لشؤون المرأة وحضرتك فاعلة وناشطة من سنين طويلة، بنية التكوين العقلية للمرأة المصرية زي ما بنديها حقوق هي حقها أيضا عليها، أعتقد في المرحلة الجاية التزامات هي أيضا حق هذا المجتمع. أولا الثائرات العظيمات اللي نزلوا دول حفيدات الأجيال العظيمة من الأمهات والجدات الثائرات اللي شاركوا في كل حلقات التاريخ. بعدين أنا عايزة أقول لك إن متى لم تعرف المرأة المصرية ما عليها، لقد يعني المرأة قدمت دائما، ويعني المشهد المؤلم يعني أنا الحقيقة وأنا أشاهد ما حدث من فتيات ينتمين للجماعة في الأزهر والاعتداء على مربيات أستاذات فاضلات والحرق والمولوتوف والتطاول واللسان، كان مشهد مستغرب. يعني هذه خطيئة يجب أن لا تغفر لمن أفسدوا هذه، يجب أن تدرس أستاذة سكينة كمان، يجب أن تدرس. يعني يعني احنا كمصريين ومصريات حب هذا الوطن واحترامه وإدراك قيمته جزء من المكون الأساسي للشخصية المصرية. وقلت كثيرا اختلف، كون عندك رأي مختلف، ولكن هل الرأي المختلف يعني أن تحرق وطن؟ هل الرأي المختلف يعني أن هذه الصور التي التطاول والتقسيم والعنف التي تتنافى مع كل قيم إيمانية إسلامية وطنية أخلاقية تربوية، هذه جرائم فعلت بأجيال. أتمنى أن تكون المرحلة القادمة تنتبه لقضية البناء العقلي، قضية معالجة التخريب الذي حدث، معالجة التضليل الذي حدث. أنا لا أصدق، لأن الشخصية المصرية بتكوينها شخصية محبة، شخصية وطنية،
شخصية عاشقة للتراب، إيمانية يعني هو لما صنعوا من الدين غطاء للتضليل السياسي ما هو كان المنتظر. الآن أنا أعود لسؤالك أن المرأة المصرية، الفتاة المصرية، ما المطالبات التي كانت لم تكن من أجل حقوق لها قدر ما كانت حقوق للوطن، لأن عندما تشارك المرأة قدراتها، كفاءتها، إخلاصها، كما يؤكد كل مشاركتها عبر التاريخ وأدائها، تستطيع أن تعطي بلدها الكثير. 25% التي تقررت لها في المحليات أثق أنها ستقود ثورة تحرير المحليات من الفساد المستشري في المحليات. أثق أنها في المرحلة القادمة خروجا يعني ستحول الثورة وخروجها في الثورة وتحديها لكل ما رفع عليها من ادعاءات وأكاذيب ستحولها إلى إنجازات على الأرض فقط. يعني الاستحقاقات القانونية التي تحقق مبادئ الدستور المحترمة، هذا الدستور الوثيقة المحترمة، إلى قوانين تستفيد منها جميع أطياف الشعب المصري، لأن دي مهمة ليست سهلة وعلينا أن ننتبه لها. إزاي أخلي الدستور ده اللي بيترجم مبادئ الثورة، اللي بيقيم دولة القانون، الذي ينهي تدبر استبداد أي سلطة ويفصل بين السلطات ويصنع توازن بينها، العدالة لجميع المواطنين، الاستحقاقات الصحة والتعليم والبحث العلمي التي يعني روعي تأكيدها في الدستور وزيادتها، الامتنان بكل من كنا نطلق عليهم ظلما مهمشين يعني ايه؟ هم مش من ابناء هذا الوطن. الفلاح المحترم المصري، اصل الحضاره المصريه، العامل المصري، تحويل كل ما قرره الدستور الى قوانين تترجم تحول الثوره الى حياه يتم ثمارها كل المصريين بمختلف اطيافهم. المشهد النهارده بيقول عن مدى الوعي بمعنى الدستور، بمعنى الوطن، بمعنى الثورة، بيقول للدنيا كلها. يعني بيعيد كما تكررت الجملة الجميلة والبديعة أن المصريون يعيدون إظهار العالم اللي في يوم من الأيام قال أن الأعداد الملايين التي خرجت من النساء والرجال غير مسبوقة في تاريخ الثورات البشرية. دول مين؟ دول اللي كتبوا التاريخ ويسيبوا الدنيا بنسائهم ورجالهم، والنهارده بيعيدوا كتابة التاريخ، تاريخ مصر وتاريخ المنطقة وتاريخ العالم كله. أشكرك أستاذتنا وتشرفنا بمداخلة حضرتك التليفونية معنا أستاذة سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية مستشار الرئيس لشؤون المرأة، وقبل كل هذا إحدى مكونات الضمير المصري الحي. نشاهد هذا التقرير ونرجع مرة أخرى لاستكمال حواراتنا على الهواء. أهلا بحضراتكم معنا من جديد، وفي هذا المحور من هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام على الهواء كنا نتكلم مع موضوع ماذا بعد الدستور، وكيف لكل قوى هذا المجتمع المعنية والمهتمة بل والمكلفة شرعا وقانونا بإعادة صياغة المجتمع المصري في ضوء احتياجه وفي ضوء إن شاء الله هذا الدستور وبنوده. وكان حوارنا مع الأستاذة الكريمة الأستاذة سكينة فؤاد، وكنا بنتكلم على الصورة الذهنية للمرأة المصرية، وكيف لطالبات الأزهر من المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ادوا صورة معاكسة تماما على الصورة الذهنية للمرأة المصرية. ليست صورة يعني تغير الصورة، ولكنها أحدثت خدش. يجب أن نتوقف جميعا عند دراسة هذا السلوك اجتماعيا وسياسيا وفكريا، لأن يحدث هذا من ليس طالبات فقط، لكنها طالبات تعليم أزهري، يعني دولت في الجامعة، يعني دولت بادئين من الحضانة الأزهرية، فالابتدائي الأزهري، فالإعدادي الأزهري، فالثانوي الأزهري. دولت مش جايين من أي تعليم، ده جايين من قمة التعليم الأزهري من الأساس. يأتينا هذا السلوك الغريب. هذا يجب أن يكون موضع دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، لمجلس المرأة، لمجلس الأمومة والطفولة، لكل الأكاديميات المعنية بدراسة السلوك الإنساني بصفة عامة. أستاذ جمال، لحضرتك التعليق. والله أنت أثرت الموضوع في خطورة غاية الأهمية، ويمس
المجتمع المصري في بنيان وتكوينه. ظاهرة ما يقال عنهم الحرائر في هو كل النساء المصريات كلهم حرائر، ما انا عايز فالحرائر ليسوا مقتصرات على عشان فئة كده انا من بقول هم الحرائر دي زي المسلمين، يعني هم الحريه بقت قصرا على اعضاء التنظيم من النساء، رغم ان الحريه بمفهومها اللي احنا نفهمها لو طبقت لن يكون هؤلاء حرائر. ازاي؟ ليه؟ كيف تربى المرأة في التنظيم؟ هل على الحرية الفكرية والحرية التعبيرية والحرية الحركية، ولا تربى تربية السمع والطاعة، وتربى تربية أن تكون مستغلة بواسطة رجل؟ ده اللي مسؤول عن التنظيم المرأة رجل، المسؤول في الإخوان عن المرأة رجل مش مرأة، وبيعطيها توجيهات والتوجيهات تنفذ دون مناقشة. ومن زمان رصدنا الكلام ده من ايام ما كانت تستغل المرأة الاخوانية في انهم يكدسوا في اتوبيسات علشان يروحوا يصوتوا في الانتخابات مع فلان او فلان. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجة، اللي هيقولوا هم مش بيقولوا دلوقتي او هيبداوا يروجوا ان الدستور ده مزور، هيقولوا كده رغم هذا الاقبال ورغم الضوابط. الاستفتاء على الدستور الاخواني لم يكن مرتبط باي ضوابط، كان اي حد بالبطاقه يدخل اي لجنه يصوت، مش لازم يكون مقيد في هذه اللجنه. لا، وفي 2012 برضه، في مارس 2012 اللي هو دستور الاخوان، اللي هو ده التعديل على الدستور اللي كان في مارس 2012 ثم في 2012 2011 ثم 2012. ايوه، فكان بالبطاقه تدخل اي لجنه مش لازم يكون مقيد فيها. انا رايت بأم عيني اتوبيسات محمله بنساء اخوانيات تدخل تصوت في لجنه وبعدين يركبوها الاتوبيس ويودوها لجنه ثانيه تصوت، وهي بترضى وهي بتزور وهي بتعمل كده لا لشيء الا لانها سمعت ويجب عليها ان تطيع. في هذه الطاعه العمياء كيف تقول ان المراه حره؟ تمام. كيف تسمى بانها حره؟ طبعا مدير امن الاسكندريه كنا نتكلم عن محورين مهمين قوي، فكره التجهيز لما بعد هذا الدستور والتجهيز لاعاده بناء الدوله المصريه كما يريده الشعب المصري، وايضا فكره المراه المصريه ودورها والصوره الذهنيه. ومحتاجين بالفعل ان كل الوسائط الاعلاميه من اذاعه وتلفزيون وصحافه وانترنت، مش عارف هل محتاج بيئه تشريعيه ولا محتاج نفعل مواثيق الشرف الاعلاميه والصحفيه، ان الصوره الذهنيه للاسف لقطاع كبير من المراه المصريه سلبي في الحقيقه، ويتم تسليع المراه المصريه، جعلها سلعه لترويج منتجات على سبيل المثال. ربما يعني طبعا انا اصغر من حضراتكم سنا طبعا ومقاما، احنا اتربينا على دراما مصريه كانت فيها دور المراه الشريره، لكن الصوره الذهنيه في الدراما المصريه كانت صوره ايجابيه جميله رائعه. اتربينا على العظيمه فاتن حمامه، اتربينا على هدى سلطان، اتربينا على عفاف شعيب مثلا في الشهد والدموع، اتربينا على دراما راقيه. للاسف النهارده نشاهد على الشاشات صوره حتى على مستوى البرامجي للاسف يعني صوره غير جيده عن المراه المصريه. استاذ طارق، يعني انا بحييك على انك تفتح هذا المكان اللي بدأوا قبل زميلي الاستاذ جمال. انا عايز اقول لحضرتك انه احنا افتقدنا الرمز في مصر، افتقدنا فكره الرمز اللي يخلي بنات يضربوا اساتذتهم في الجامعه. ده معناها ان هم افتقدوا فكره الرمز. في الاسره لو كانوا اتربوا صح من اب من ام يبقى الرمز موجود، يبقى في ساعتها ما كانوا هيتعلموا صح. الاب انهك والاسره المصريه انهكت صح. ما انا عارف كل ده معاك، لكن غياب الرمز لما تيجي حاجه دلوقتي تقول ان المراه المصريه كان بيتعرض لها بالتشويه وادى الى غيابه. يعني اذا لما كان الاعلام كان بيعرض رموز، النهارده ما بيعرضش رموز، فاصبح تشويه الرموز اصبح موجود، التخوين والتشويه وان احنا نتكلم عن بعض كلام مش كويس، خلى البنت المصريه اللي احنا بنسميها البكر العفيفه النهارده بتمسك سلاح وبتخبيه تحت هدومها عشان تضرب بيه استاذها. دي جريمه خطيره جدا. ده معناها ان في سقطه اجتماعيه حصلت، سقطه مجتمعيه مش اجتماعيه بس ومجتمعيه حصلت،
وفقدان الأسرة اللي الأب خرج فيه والأم خرجت فيه. فما أصبحش عندنا الرمز اللي يقدر يعلمهم يعني إيه انتماء للبيت وللمجتمع وللأب اللي علمها في المدرسة أو في الجامعة. المسألة سلوك بشع يبين إن إحنا أصبحنا بنخشى على بناتنا من هذا السلوك. ما يعديش مرور الكرام، ده لازم يندرس من حضرتك، من المؤسسات اللي حضرتك اتكلمت عليها، ومن المؤسسات في الجامعة تدرس، والمنظمات الحقوقية يدرس من الكل. لأنه لو عدى بالشكل ده يبقى احنا ما عملناش حاجة صح. لازم نبدأ صح، لازم نبدأ صح. فغياب الرمز، تشويه السمعة، تشويه، ضرب الأساتذة، بقت مسألة ما يتسكتش عليها، بقت مسألة محتاجة نراقب الأسرة مرة تانية ونشوفها. المجتمع نفسه لازم يبقى فيه حوار مجتمعي حوالين هذا، وعلى الملأ، والإعلام نفسه حوار مجتمعي إذاعي وإعلامي. المسألة محتاجة نبدأ صح. إذا ما بدأناش صح هيبقى احنا محلك سر. أنا كاتبها قدامي من غير زيف، من غير رياء، وبجد. احنا عايزين نصلح، يبقى بجد من غير ما نضحك على بعض. ده تصوري، لأن المسألة في المرحلة الأخرانية اللي حصلت في جامعة الأزهر وما حصل مع المفتي في جامعة القاهرة ما تعديش. ده معناها ان الرمز والقدوة في مصر بينهار، ودي مسألة لازم تعالج، لازم تبحث، لازم نشوفها بحوار صريح من غير رتوش. انا كاعلام عايز اساهم بده، بس ارجو من الثينك تانكس اللي في مصر، مراكز التفكير اللي في مصر، قولوا لي، انا معايا الادوات، بس قولوا لي منهجيه العمل، قولوا لي عايزين نوصل لفين، عشان انا دراميا وانا برامجيا وانا اخباريا، مش انا كطارق يعني، احنا كمؤسسه اعلام، تمام، وهذا راي شخصي يعني دون اي التزام على مؤسستي يعني، تمام، نبتدي نشتغل على الشغل اللي جاي بعد كده. احنا بالفعل محتاجين، لما اقول ان ماده في الدستور بتقول ان الاسره المصريه هي قوام المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنيه، كيف اترجم هذا الى خريطه برامجيه، الى خريطه انتاج درامي، ووزاره الثقافه يكون لها دور، وربما جهاز الرقابه على المصنفات الفنيه، مش فقط الرقابه السياسيه، خلاص اللي عايز يقول راي سياسي يقوله، لكن بنتكلم على مشاهد غير اخلاقيه، عن احنا بنشوف في الدراما الامريكيه اللي هي يعني قمه اللي هم عايزين يعملوه، لا يتم تشويه رجل الدين، لا يتم تشويه العالم الامريكي، لا يتم ازدراء الاسود الزنجي، لكن بنجد عندنا اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. وبعدين لما يجي الرقيب يقول 1 2 3 يقول لك ده حريه ابداع. فايه الفرق ما بين حريه الابداع والفكره وما بين الاستخفاف والاستهانه؟ استخدام الاطفال كيف يتم يعني، حتى احنا على مستوانا الاخباري واحنا بنغطي انشطه مثلا الاطفال وغيره، اللي احنا بنشوف مثلا على سبيل المثال طفل في المنيا بيقول، طفل في المنيا حوالي 12 سنه، ان الدستور اللي هو المشروع ده بيساوي بين المسلم والمسيحي، وفي ماده بتقول كده. مين اللي بيلعب في مخه؟ مين اللي بيقول؟ بيئته التنشئه الاجتماعيه. استاذ جمال وحضرتك يوميا في المحاكم، انت عندك سره المجتمع المصري بمشاكلها، 40 مليون قضيه يعني تقريبا كل 2 رافعين على بعض قضايا في مصر، بمحاكم الاسره، بكل اللي فيها، بالمكايدات، بي ولا شك احنا عندنا مشكله اجتماعيه خطيره جدا ما تولدتش اليومين دول، لكن دي نتاج يمكن 30 او 40 سنه تجريف في المجتمع المصري. بدأ بتشويه الرموز، وتشويه الرموز لإسقاطها تعانق فيه الجماعات الإسلامية والإخوان مع الجهات السيادية والحكومة. كله له مقرب. الحكومة بتشوه الرموز علشان مبقاش فيه منافس للجانس. الإخوان والجماعات الإسلامية بتشوه الرموز علشان يبقوا غير مصدر غير معول عليه في تلقي المعلومة، وفي التثقيف والتنوير يبقى تثقيفهم وتنويرهم لجماعتهم موجه. فتشويه الرموز والقيادات أدى إلى إن احنا نبقى دولة بلا قدوة، ومفيش مجتمع في الدنيا يرتقي ويتقدم دون وجود قدوة. وأي قدوة بتظهر بتلوث، وإذا لوثت خلاص تنحت وما بقتش فيها المجال ان هي تبقى القدوة. احنا في حاجة الى اعادة ترتيب المجتمع المصري، اعادة ترتيبه ذهنيا. ولازم نعرف
انه في فرق كبير جدا بين حرية الابداع وحرية التشويه، تشويه المجتمع وتشويه الاخلاقيات وتشويه القيم. تشويه القيم وتشويه الاخلاقيات ليس من الابداع في شيء. يعني شفنا قضايا اترفعت على مفكرين وعلى ادباء وعلى شخصيات قيمه فكريه، ما برضه ده لكن ما شفناش قضايا اترفعت على قنوات ايه. طب فاحنا مع حريه الابداع، مع حريه الفكر وبلا حدود، ولكن الابداع والفكر ما يبقاش ابداع وفكر الا لو كان له هدف ثاني. والهدف الثاني هو ايه؟ ان احنا نرسخ قيم المجتمع الحقيقيه ونبدل القيم السلبيه. اذا كانش الفكر والابداع يبقى ده هدفه، يبقى ما بقاش فكر ولا ابداع. عشان كده محتاجين المجتمع كله في منظومه واحده انه يضع لنفسه سياسه وهدف، كل في مكانه بقى ينفذ هذه السياسه وذلك الهدف، عشان نعود بالمجتمع المصري الى سابق عهده من المجتمع متماسك والاخلاق والعيب. بس احنا دلوقتي كان عندنا سقف زمان في تصرفاتنا اسمه اللي عيب واللي صح ولا ما يصحش. السقف ده تلاشى وبقى عندنا سقف بس الحلال والحرام. على فكره سقف العيب والاخلاق اعلى من سقف الحلال والحرام. بيتضمنوا ان في من العرف الاجتماعي بيروجوه يعني بيتضمن العيب بالحلال والحرام ويطوف في افاق اخرى. يعني ما يصحش ان انت عيب ان انت تستقبل راجل كبير من غير ما تقعد تسلم عليه، لكن مش حرام، لكن هو عيب. فسقف العيب وسقف اللي ما يصحش وسقف ده الكلام ده وقع في المجتمع المصري. لازم يرجع تاني، يرجع كلمة عيب، يرجع كلمة ما يصحش، يرجع الكبير يحترم، الصغير يبقى يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير، مفيش منافسة ولا تعسف، في تواصل اجيال، في تواصل فكر. ده لازم يرجع للمجتمع المصري. امال احنا قمنا بثوره دي؟ ثوره مش معناها تغيير السياسي، مش معناها تغيير نظام الحكم السياسي، لكن الثوره يجب ان تشمل كل قطاعات المجتمع حتى في العادات والتقاليد والبيئه الاجتماعيه والسياسيه والماديه وكل قطاعات المجتمع. عندما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرسل القوات والجيش المسلم لكي ينشر الدعوة، فكان يوصيهم لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، لا تقتلوا شاة إلا لمأكلة، لا تقطعوا شجرة أو نبتة، لا تعتدوا على راهب في أي مكان كان. تخيلوا جيوش داخلة، جيوش متحاربة، قوات، ويخلوا بالهم من هذه اللبنات الصغيرة. هذا هو الإسلام كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دكتور مصطفى، احنا محتاجين نتكلم عن الخارج شوية. حضرتك أستاذ قانون عام، والرسائل والرسائل اللي بيأديها هذا الاستفتاء، وإن شاء الله يكون الإقبال وماذا بعد. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. الساعات والدقائق تمر سريعا، لكن ربما احنا وقتنا يعني قارب على الانتهاء. قبل هذا الفاصل من مطروح أو هذا التقرير من مطروح، كنا فتحنا مع الدكتور مصطفى فؤاد موضوع هذا الاستفتاء والرسائل التي توجه للخارج. دكتور مصطفى، يا ريت يعني نختصر الإجابة. يعني هو بإيجاز شديد. احنا إذا قسمنا المجتمع الدولي هنقسمه في علاقته بمصر إلى 3 أطياف، يا مع يا ضد يا محايد أو منتظر. يعني بيستني شبيرة محايد، مستني يشوف الدنيا حواليه هتمشي ازاي. طبعا المع مش محتاج اتكلم عليه عشان وقت حضرتك. اللي ضد ده بقى خد بالك ازاي، هو بيحاول انه يحاصر مصر، وده يعني اعتقد انه امريكا بعد ما توأمت مع ايران تبين لك قد ايه ان المسألة ما بقتش في ذهنها ايران بعد الصراع الرهيب اللي كان موجود ما بين امريكا وايران. النهارده بتتفق مع ايران، يبقى مين اللي في ذهنها؟ مصر على طول. خد بالك ازاي؟ لانه ما كانش حد يتصور في العالم ان امريكا ممكن تعمل صفقه مع ايران. كونها بتعمل صفقه مع ايران النهارده يبقى هي عايزه تتفرغ لمصر. تتفرغ لمصر ان جنبها اسرائيل. تتفرغ لمصر لانها حليفه الاخوان. تتفرغ لمصر عشان تفتيت الشعب المصري. الشعب المصري النهارده طبعا، والشعب المصري النهارده بقى بيدي الرساله، بيوصل لهم رساله، وكل ما هينزل اكتر، كل ما اوباما شخصيا لان هو واخد الموضوع على عاتقه الشخصي، كل ما الشعب المصري هينزل اكتر في النهارده في باقي الساعات اللي فاضله وبكره كمان، والاعلام يبين له قد ايه مزايا هذا الدستور، كل ما هتبقى طعنه لاوباما ونظام اوباما.
لانه التحالف اللي تم ما بينه وما بين الاخوان مع حماس في غزة ادالهم اموال بغزارة كبيرة جدا علشان يستمر التحالف اللي بينهم لصالح اسرائيل. لما تيجي الشعب المصري يمشي عكس هذه الساعة ويدينا امل في بكرة بان احنا نستقل مع وجود هذا الجيش العظيم اللي انا برفع له القبعة مع الشرطة اللي وقفت وتلحمت، ده بيبين قد ايه ان المخطط انفجر، المخطط اتضرب، المخطط اللي كان مطلوب ما بيتمش. فواخده اوباما على واخده على عاتقه الشخصي ازاي يقدر يخلص مشكلته، لان هو لو ما خلصش المشكله ديت هو نفسه هيسقط، مش هيجدد له مره ثانيه في انتخابات الرئاسه القادمه، لان الفلوس اللي اداها للاخوان هيروحوا فين؟ هيساويها ازاي مع نظام حكمه هناك؟ فالشعب المصري كل ما بينزل بيدي رساله الى الشعب الامريكي ان احنا ما بنمشيش وفقا لمخطط انتوا بتعملوه، احنا نمشي وفقا للي احنا شايفينه صح. عشان كده الدول العربيه واقفه معانا، الجيش واقف بهذه الوقفه الغير مسبوقه من ايام محمد علي لحد النهارده. عشان كده بقول ان هذه رساله واضحه الى العالم كله، خصوصا اللي ضد ان الشعب المصري ما يتعملش عليه خطط، وهيعدي ان شاء الله الفتره القادمه. استاذ جمال، الرهان على صلابة المجتمع المصري. أنا لا أراهن على مواقف أمريكا ولا العالم الخارجي ولا يعنيني، لأن مخططهم قائم على تفتيت الوحدة المصرية، إعادة الوحدة المصرية والتكاتف والتلاحم ما بين المصريين ووضع هدف نمشي فيه ونحققه، هيفشل كل هذه المؤامرات وهيجعلها كالهباء بس. فلا يعنيني ابدا في تصرفاتي الداخليه ما يقوله عني الغرب، لانهم يرضوا عنا، لانهم لديهم هدف. هذا الهدف انتصار الجبهه الداخليه او انتصار الشعب المصري لارادته هو اللي هيفشل هذه الاهداف جميعا، وهيخلي كل الدول الاجنبيه دي بعد كده هتحاول انها توائم اوضاعها او تلائمها مع الوضع المصري الذي استقر. الاختيار الشعب المصري هو الاختيار الوحيد المعول عليه. الشعب المصري هو الفرد المصري هو الذي نعول عليه الان، وليس رؤيتنا الى الخارج، رغم ان هي مهمه في السياسه الخارجيه، ولكن كل ما بقت المجتمع صلب وكل ما بقى مجتمع ما فيهوش تناحر ولا نزاعات اقليميه ولا نزاعات طائفيه ولا نزاعات سياسيه، هيبقى مجتمع صلب لا يمكن اختراقه ولا يمكن الانتصار عليه. وهو اوباما ولا غيره ناسوا يقروا تاريخ مصر. مصر الدوله الوحيده، احنا ما بنقولش كده بنردده لكن كلام محترم، الدوله الوحيده اللي في العالم اللي حدودها لم تتغير منذ ان وحد مينا القطرين. نفس الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية هي ذات الحدود التي لم تتغير. مفيش دولة في العالم حدودها ما تغيرتش غير دولة مصر. دولة مصر الوحيدة التي لا تحتوي الشعب فيها لا ينقسم إلى طوائف وملل ومذاهب، ولكنه هو كله طائفة واحدة وشعب واحد. فلن يستطيع لا أوباما ولا تركيا ولا قطر ولو اجتمعوا جميعا على انهم يقسموا هذا الشعب او يقسموا هذه الدولة لن يستطيعوا مع تلاحم وتكاتف المجتمع المصري. معلش بس كلمة صغيرة لانها مهمة. يعني انا اتفق طبعا كلية مع الاستاذ جمال، لكن اذا ما كناش هنؤمن بان احنا عايشين في قرية صغيرة وانه مصر جزء من منظومة كبيرة، وقلنا في كل شيء ان الشعب المصري والشعب المصري من غير ما نشوف ما يحاك ضدنا في الخارج، واحنا ما عديناش العساكر اللي معانا في الخارج قد ايه، وشفنا يقدروا يقفوا جنبنا ولا ما يقدروش، زي ما وقفت السعوديه وقالت انا واقفه مع مصر وخلت فيها موقف امريكا يتغير. المؤامرات موجوده، انما نتفق مع بعض على انه المؤامرات بتبقى على ارض الواقع بتحقق نتائج. نعم تحقق نتائج صحيح، صلابه الشعب الداخلي هتقف ضدها، لكن هي موجوده. اذا ما كنتش انا ادرسها وافهمها واحطها قدامي نصب عيني انا ممكن اتضرر. التجربه بتقول ان كل تجارب التنميه المصريه من عهد محمد علي حتى هذه اللحظه تمت تحت قصف المدافع.
وربما حتى على المستوى العسكري احنا بنينا حائط الصواريخ 39 يوم تحت القصف الاسرائيلي الشرس جدا والعنيف، لكن استطاع الشعب المصري سلاح المهندسين العسكري مع شركات المقاولات المصريه مع كل الشعب المصري ان هم يبنوا هذا الحائط المهم اللي كان دور عظيم جدا في انتصار اكتوبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا احنا في مرحله حرب استنزاف حقيقه، مش هنقعد نستنى لما الامن يتحقق ولما بره يحبونا ومش هيحبونا. يبقى احنا كلنا لازم نشتغل في كل المحاور وبوجه صريح وبوجه سريع، بمعنى ان الاداره الداخليه في مصر يجب ان تكون اداره حقيقيه، اداره محترفه، اداره محترمه تعمل على وتؤكد يوما بعد يوم على سياده المواطن. اللي في الخارج بقى هنا يجي دور سفاراتنا بره ان هم يعرفوا ويوقنوا ويؤكدوا ان هم خدم للشعب المصري في الخارج، لان المصريين اللي في الخارج واللي في الداخل بيدفعوا ثمن هذه البعثات المصريه اللي موجوده في تقريبا كل دول العالم. يبقى علاقه المواطن المصري بسفارته في الخارج مش فقط علاقه ان هو يروح يدلي صوته ويمشي. اسلام يا مصر دائما ودايما معاكم بصراحه في هذه الحلقه وفي حلقات اخرى، وربنا يا رب دايما يسلم مصر وباذن الله هذا الاستفتاء ينجح. واشكر ضيوفنا دكتور مصطفى فؤاد استاذ القانون الدولي العام عميد حقوق طنطا سابقا، نائب رئيس الجامعه حاليا، استاذ جمال سويد المحامي بالنقل والدستوريه العليا والناشط الحقوقي. مشاهدينا الكرام، السلام.